السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معانا الكشري المصري. الكشري المصري بقى بكل تفاصيله. الكشري كتير وطرق كتيرة. بس طبعا اكيد في طبعا يعني في طريقة بتعجبك عن طريقة. ممكن يبقى في طريقة فيها شوية تفاصيل اكتر تطلع معاكي التست عالي. الكشري ده كان مطلوب مني للمدرسة. تعالوا كده بقى اقول لكم انا اشتغلت فيه ازاي. انا جبت الاول البصل بتاعي، قطعته جوليان بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبدرته بالدقيق والنشا من بالليل، وفردته كده على لوحة التقطيع، وسبته كده ما خلطوش كوم على بعضه. يعني فردته كده وخليته بحيث ما يبقاش متشابك مع بعضه، يبقى متشمع يعني. وكنت انا بقى من الظهر كنت نقع الحمص الشامي، ونقع العدس اللي هو بجبة. طبعا العدس بجبة بيطلع ميته غامقة جدا. كنت مصفياها، والحمص الشامي اهو غسلتهم ونقلتهم في حلل تانية اللي هسوي فيها مباشر. وقطعت على كل واحد منهم حتة بصلاية، يعني حاجة بسيطة كانت تديله نفس وطعم يعني. كتروش البصل غالي، وولعت عليهم. ده الكلام ده كان بالليل بقى كده الساعة 11:30. عملت الخطوات دي كلها من بالليل. والطماطم برضو كذلك قطعتها كده برضو، وحطيت عليها قرن فلفل يديها طعم ونكهة. وحطيت عليها برضو قطعة من البصل، قطعة يعني حوالي نص بصلاية، وحطيت عليها 3 4 فصوص توم. وهسويهم بقى وهنام. الخطوة دي بقى بتاع المكرونة دي بقى الصبح. الصبح بقى الساعة كام؟ الصبح الساعة 5 أو 5:30 كده تقريبا. يعني على ما قمت كده وفقت كانت 5:30. شغلت بقى العين، قليت البصل، ولعت على المكرونة. حطيت نوعين مكرونة من الصغيرة، نوع كده نص عوجة، ونوع كده اللي هو الصغيرة العادي بتاعت الكشري. أنا أساسا أدي شكل. لو متوفر عندك حطيهم الاتنين، لو مش متوفر حطي نوع واحد بس. مسكت البصل كده حمرته زي ما انتم شايفين، الزيت بتاعه رايق على الآخر. المكرونة استوت، نقلتها في مصفى، واديت لها كده كبشة زيت كده من، مش كبشة يعني، هي كبشة صغيرة بتاعت 3 معالق كده من الزيت القلي، وعشان خدت انها معايا مفرفرة. جبت حلة برضو، وحطيت فيها برضو مية غليتها، ونزلت عليها برضو بالمكرونة الاسباجيتي. خدتها 3 كسرات عشان تدي معايا شكل حلو. انا مش عايزاها طويل قوي، طبعا بتاعت الكشري بتبقى قصيرة شوية. وسبتها كده تستوي هي كمان. استوت المكرونات دي بسواها نص سوا، نص سوا علشان خاطر بتكمل سواها في بعد ما بتطلع، عشان تفضل معايا، لان هي مكرونه الكشري فلازم تبقى يعني فيها ندغه شويه. ممكن انت لو قلبك مش جامد زي كده يعني اعمليها 3/4 سوا. وبرضو جيت برضو نزلت عليها برضو بكبشه زيت برضو كده، الكبشه الصغيره اللي انتوا شايفينها ديت، علشان خاطر تنام فرفره ما تتمسكش في بعضها. وخدت برضو من نفس الزيت بتاع البصل. طبعا البصل الزيت بتاعه بنستخدمه كله. حطيت كده في الحله، وهنزل كده بالشعريه بتاعتي. هنا بقى كده مرحله الرز. احمر الشعريه واخلي بالي من لونها، مهم جدا. اول درجه في الدرجات اللون الذهبي هنزل بالرز عليها. هشوحه تشويحتين كده، وانزل عليه بقى بالملح والميه المغليه. الرز بالذات هنا بقى لازم تخلي الميه بتاعته عاليه سنتي بس واحد فوق الرز. الرز بتاع الكشري مبيبقاش مستوي 100%، بيبقى جامد شويه. هو هيستوي ما تخافيش، بس هو لازم يبقى ارتفاع 1 سنتي بس فوق الرز. وضغطت عليه وتسيبيه لما يستوي. وبعد كده الخطوة اللي بعد كده يا جماعة خطوة بقى صلصة الكشري. صلصة الكشري دي بقى هي أهم حاجة في الكشري كله. ظبطيها هتطلع معاكي الكشري كله طعم ونفس ممتاز. خطوات بسيطة بس هتطلع معاكي ممتازة. قدحت الزيت كده، انا اسفه لو صوتي تعبانه. قدحت الزيت كده زي ما انتم شايفين، ونزلت عليه بالتومه. خدت اللون الدهبي، نزلت على اول قبل ما تاخد اللون الدهبي نزلت على قرن فلفل بس كده انكهها، او قرن شطه على حسب. هو دي شطتي اللي انا حاططها في الكشري، حطيت قرن شطه. وبعد كده نزلت عليها بالكزبره الناشفه اول ما اتحمصت. نزلت عليها بالطماطم، الصلصه الخام، علشان اكسب لون. لا، الكشري بيحب الطماطم كتير والصلصه تبقى لونها احمر. عشان اخد لون احمص الصلصه دي كويس، وما احمصها مش اشيطها تحميص.
ادني كده بالمعلقه فيها كده على طول كده، او الاسباتيولا فيها كده اهو، اخد الجوانب بحيث ما تغمقش خالص، ولا تاخد اي لسعه ولا اي ريحه شياط ولا الكلام ده. هتني بيها كده بايدي فيها، وانزل بقى بالطماطم بتاعتي دي اللي انا كنت عاملاها بالبصل، صفتها ضربتها في الخلاط الاول وصفتها. شايفين بقى لونها وقوامها، حاجه كده جميله 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 جميله، حاجه كده هي بتتكلم عن نفسها. وكنت مقطعه بقى برضو شويه طماطم على ايدي كده زي السلطه، وحطيتها برضو بعد ما استبكت شويه. كل ما حاجه تستبك شويه انزل عليها بالتانية، وانزل كده بعد ما نزلت بالطماطم المقطعه، نزلت كده بمكعبين مرق الدجاج، ونزلت كده بنص معلقه كمون، نص معلقه شاي، ومعلقه كزبره بالمعلقه الشاي برضو. يبقى حطيت البهارات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، كمون، ملح، كزبره، سكر، إيه ومرق الدجاج. ما حطيتش اكتر من كده، وسبتهم كده لحد ما اخدوا ودوا مع بعضهم. وجيت كده جبت شويه بصل ناشف، بصل من اللي انا محمراه، وفركتهم كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. يودي لي بقى الموضوع ده في حته تانية خالص. طبعا انا بحط الملح المعقول اللي يناسب الكميه اللي انا عاملاها، وسبتهم لحد ما خلاص بقى كده ايه، ما يعني اخد الاطعمه من بعضهم ونقلتهم. جيت هنا بقى بطاسه تانية على النار، حمرت شويه توم كده زي ما انتم شايفين، يا دوب بس كده ايه، قلبتهم يمين شمال كده، يا دوبك الريحه طلعت. نزلت عليهم بالكزبره الناشفه، نزلت عليهم بنص كوبايه خل، وبعد كده بهرتهم تاني بالكمون. كمون طبعا بقلله عشان بيمرر. بحط طرف صغير، وبحط مثلا سكر، ملح، بحط شويه شطه لو حبيت بقى، لو حبيت. انا عشان رايح المدرسه ما رضيتش احط اكتر من كده. خلصت الكشري ده في اقل من ساعه. بس انا كنت موضبه من بالليل زي ما قلت لكم، موضبه من بالليل العدس اللي ابو جبه والحمص الشامي، لان ده بياخد وقت. وكنت مقطعه البصل ومجهزاه. قمت بس على الشغل وكنت مجهزه الطماطم، يا دوب بس ضربتها وصفتها واشتغلت بقى على طول وانا بسلق المكرونات. بس انا كنت مديها الغلوتين من بالليل عشان تبقى ايه جاهزه معايا. هنا بقى مرحله التقديم. هنا بوريكم الرز اهوت اللي انا قللت فيه الميه خالص، لحتى خليت ميته سنتي واحد بس من فوق الوش. اهو ده كده قدامي اهوت، طلع مفرفر وجميل. طبعا الرز تغسل، لو بتغسليه بتحطيه مباشرة بعد الغسيل على الشعرية. لو ما بتغسلهوش زي حالاتي حطيه عادي، هيطلع معاكي مفرفر وحباية من حباية. ودي حاجة يعني بصراحة أنا الحمد لله محدش قال لي عليها، أنا يعني مع الشغل عرفتها، عشان تطلع الرز ما يبقى حباية حباية بحبايته. يعني أنا كنت بعبي العلبة اللي بنتي هتاخدها المدرسة، وبعد كده ابني طلب طبق، بعبي له كده الطبق زي ما انتم شايفين. طبعا الكشري كده بيتكلم عن نفسه، وقمت عملته في أقل من ساعة. وحاجة كده بصوا، وهم، طعم، نفس، قوام الصلصة بصوا، حاجة جميلة. المية الصلصة ديت أنا زودتها مية من مية كوباية من مية المكرونة. مش هي برضو المية لوحدها برضو اللي ادتني القوام، لكن انا ظابطه الصلصه وكنت واقفه لها ظابطاها خالص زي ما انتم شايفين، بالطماطم المتقطعه، بالصلصه اللي حمصتها الخام، بالطماطم اللي انا كنت مجهزاها. صلصه اللهم بارك، حاجه تانية خالص. تحطها في جنب الكشري او جنب مكرونه، هتنقلك الاكل في حته تانية خالص، بطعم تاني خالص مختلف خالص، غير الكشري اللي احنا بنجيبه من بره. وحبه كشري يعني بصراحه يعني، لو انا بجيب اكله لاولادي، إيه مثلا، اقل علبه بتبقى ب20 جنيه، اقل علبه. لو انا مثلا جبت مثلا كام علبه، لو قلنا مثلا 4 ب80 جنيه. كده أنا برضو ما حصلتش خالص ال80، وعملت أكل. يعني عملت حبة كشري أكلوا طبعا مجموعة كبيرة من المدرسين والبنات، وكمان أكلت البيت كمان، يعني أكلت بص يعني قطيع بالمبلغ ده وأقل من المبلغ ده طبعا، لأن مش كل حاجة أنا مش شاريها من بره، في حاجات منها من البيت. هنا كان شكله النهائي. انا عبيت لبنتي في العلبه بتاعت الكيك ديت، بتفتحها على اساس بتفتحها بقفيز من الجنب، وبعد كده بيبقى الكشري ادوار ادوار كده في الطبق ده. وانا كده عبيت لها الصلصه في كيس، وبس حطيت بس حبه من فوق الوش كده يزينوا بس وخلاص. وادي كان وصفتنا النهارده بتكاتها وحركاتها، وان شاء الله طريقه مش تندم عليها. اشوفكم في فيديو جديد.